السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هشتغل شغلي العادي اللي المفروض ده هيروح كله للناس. شغلي هيبقى زي ده كده اهو، الشغل ده اللي طالع للناس كله. بس احنا الفرق النهاردة ان احنا هنتكلم واحنا بنشتغل، هنشرح كمان معانا بالمرة حاجات تانية كده تخص التسويق. الناس كلها عايزة موضوع التسويق جدا، الناس كلها بتكلمني عشان التسويق. طبعا انا الحاجات دي كلها كنت مقطعاها زي ما انتم شايفين كده، هشتغلها كلها معاكم كلها. الناس طبعا حابه فكره التسويق جدا، والناس كلها حابه تشتغل بس مش عارفه ازاي تسوق. طب يا ست الكل انا هقول لك ازاي تسوقي. تمام، هشرح لك كل حاجه بتفاصيلها عن التسويق من اوله لاخره، مش هبخل عليكي بولا معلومه تخص التسويق. احنا بنحضر شغلنا معاكم طبعا كله اهو زي ما انتم شايفينه. يلا بينا نمسك واحده واحده ونبدا نشتغل شغلنا، لان الشغل كله مش هيبقى زي بعض. الشغل فيه مختلف النهارده، لان في ناس عايزه شغل من ده اللي هي الميداليات دي كده، وفي شغل من ده الناس عايزاه. فاحنا هنشتغل الشغل ده والشغل ده النهارده. هنشتغل احنا معانا الخيط الاسود النهارده. طبعا انا لما جيت اقص دي كنت قصها طويله قوي، وما كانش ده الطول يعني المناسب. فاحنا هنبتدي نقص دي كده على 2 زي ما انتم شايفين، وهنبتدي بقى نشتغل بيها خلاص اهو. اللي عنده فضول يكمل الفيديو، هتستفادوا كتير. بصي يا ست الكل، انا مثلا بسوق ازاي. انا اكلمك عن طبيعه شغلي انا كأم ادهم. انا فعلا ده اللي بشتغل بيه، انا ما بعملش حاجه غير كده يا جماعه والله. انا بروح للمحلات اللي جنب البيت عندي كلها. مش بقول له، ما ينفعش انت تخش على حد تقول له اصل انا عندي شغل ايه رايك اجيب لك. انت ما بتقولش كده، انت بتخش تقول لصاحب المكان انا معايا كميه دي من الشغل، وتكون انت عامل كميه محترمه من الشغل اللي معاك، وتقول له انا الكميه دي موجوده معايا. وتاخد ممكن مش عايز قوي عشان خايف الموضوع معاك ينجح او يخسر، خد عينات. خد عينات. انا كلامي بص واضح ازاي يا حبيبتي. طلعي لي من هنا خرز كده ابيض. ابيض. طلعي لي حاجه بيضه. المهم حطيها هنا قدامي. المهم يا توته ان العينات اللي انت تاخديها له دي لازم تبقي عارفه ومتاكده كويس قوي ان انت شغلك حلو، ان انت شغاله صح، وتاخدي له بدل الشكل 2 و3 و4 و10. انا دلوقتي قدامكم مش هعمل شكل واحد، انا هعمل بدل الشكل 2 و3 و4 و5 و6 و7. ليه؟ عشان شغلي يطلع حلو ويطلع صح. وكمان انا بشوف ان تنوع الشغل هو اللي بيجيب الزبون الكويس. طول ما انت شغلك اي كلام مش هيجيب لك الزبون اللي انت عايزاه. بس هو ده التسويق بالظبط. عايزه اوسع بقى، وعايزه اوسع دايره معارفي، وعايزه اشوف فلانه وعلانه ودي عندها شغل وده عنده مش عارفه ايه. طب انا يا ام ادم عايزه اشتغل مع فلان. طب اصل انا الشغل عندي قليل. بصي كل اللي انا هقدر افيدك فيه واقوله لك بجد. طلعي لي خرز ده معلش، حطولي لي كده السيلفر ده. طلع لك حبه. هقول لك وسعي الدايره شويه. شوفي انت منين، شوفي ايه المحلات، ايه الاماكن اللي عندكم بتبيع وبتشتغل كتير في موضوع الموبايلات. كل بلد وكل محافظه هتلاقي فيها شارع كامل للموبايلات بس. وزي ما قلت لك ابدأي بالناس اللي جنب منك، الناس اللي جنب البيت عندك. انا باخد بس من هنا الفراشات اهي، كيس الفراشات اهو. بس يا ست الكل هو ده عباره ايه، هو ده التسويق اللي انا بكلمك فيه. بس في تريكات كده انت لازم تفهميها كويس قوي. لو انا دخلت على محل قلت له انا دلوقتي عندي شغل كذا وانا بعد اذنك بسوق كذا، وجا قال لي اصل انا مش عايز الموضوع كده، انا احبطت خلاص، اخد بعضي وامشي. مفيش بقى الكلام ده خالص. انت كل اللي انت بتعمليه ان انت بتقفي له كده دبان على باب المحل، حضرتك انا بعمل الشغل الفلاني. هيقول لك اول مره اصل انا مثلا مش عايز، مثلا قال لك كده، قال لك اصل انا مش عايز شغل. فانت هل هيكون رد فعلك انك هتاخدي بعضك وتمشي ومستسلمه كده للامر الواقع؟ لا، الكلام ده مفيش. انت سمعتيني؟ مفيش الكلام ده خالص. انت بتعملي ايه؟ انت بتقولي طب جرب الشغل بتاعي، لو ما عجبكش ما تشتريش مني تاني، تعالى نجرب مع بعض وشوف. يا سيدي خد مني 5 قطع بس. 5 قطع انت طلعهم، مثلا لو بتطلعها ب12، لو بتطلعها ب10، بتطلعيها ب15، على حسب انت طلعيها بقد ايه. هيفرقوا معاكي. لو كل محل دخلتي وقال لك مش عايز وانت مشيتي، مش هتروحي ما معاكيش حاجه. هتروحي اللي هو انا ما الناس كلها مش عايزه بقى. طب انا لو الناس كلها عايزه خلاص الموضوع انتهى. انت واخده بالك برضه انا بكلمك في ايه؟ الموضوع معاكي انتهى. نحرق دي عشان نعرف ندخلهم الاتنين سوا. مش شايفين انا بعمل ايه؟ بصوا طبعا دي سخنه جدا جدا، فما حدش يا جماعه يعمل الحركه اللي انا بعملها دي قوي. يعني الناس اللي لسه بتبتدي ما حدش يعملها. والناس اللي بتسال على الواير اهو، والله العظيم كل دي ب10 جنيه ولا 5 جنيه باين. بصوا اشتغلت معايا كل حاجه.
كل حاجه اشتغلت بيه اهو. لو الشغل مش باين انا اسفه طبعا، حقكوا عليا. انا دي شغلتها، كل حاجه في الحياه شغلتها معايا. اللي هي الواير ده جميل وممتع وشغله على الهادي خالص ومش متعب، وما تحسيش ان انت ايه متأذية خالص من الشغل في الواير. انا اسفه انا طبقتها على 4 مش عارفه ليه نسيت تقريبا. بس انا بشتغل معاكم كاني فاتحه لايف والله، بس الواحد بيتقي الله قوي عشان خاطر الناس اللي بجد بتبتدي والناس اللي محتاجه الشغل ما تتعبش، عشان انا تعبت كتير عشان اعرف وافهم طبيعه الشغل عامله ازاي، وازاي اشتغل، وازاي ان انا لازم اتعب قوي في الحته دي، وازاي يعني كان اللي يقول لي الاول مقدم انا مش عايز شغل، كنت بمشي كنت بمشي محبطه، كنت بمشي ممكن اقول ارجع البيت اقول انا مش هشتغل تاني. بس اكتشفت ان مفيش حاجه اسمها مش هشتغل تاني. انا اكتشفت اللي هو جرب شغلي وشوفه، وان شاء الله هيعجب حضرتك، وان شاء الله تشتغل معايا على طول. ولما الناس بتعرف ان انت فعلا في فرق في شغلك بيشتغلوا معاكي على طول بجد. لان انا جربت بقى الموضوع بتاع ان الناس تشتغل معاكي او لا. الناس بتشتغل معاكي وبتسيب اللي بتسيب اصلا الاساسيات اللي كانوا شغالين معاها. لو شغاله مع حد بتسيبه، ما انت اولى بقى بالنسبه لها، انت بالنسبه لها. بصوا كده شايفين؟ انا كنت ممكن اعمل حركه تانية على فكره غير دي خالص، يعني في حركه تانية خالص تعمل غير دي. انا ممكن اقفل، هعمل لكم واحده كمان. اللي جايه عشان احنا نعمل مجموعه كبيره النهارده مختلفه من الاكسسوارات، واحنا بنتكلم طول الوقت على التسويق، واقول لك ايه اللي حصل معايا. بصي يا ست الكل، انا مثلا اول حد دخلت محل فرد قال لي لا لا شكرا احنا مش عايزين. انا كنت بعيط، يعني انا ازاي حد يحرجني كده، واصلا انا دخلت وكسفني المحل وبعيط بجد. يعني لو انا اتكسفت بقى ان حد قال لي، واول مره حد يقول لي لا او شكرا ومش عايزين وبتاع، وانا اول مره انزل اشتغل واسوق. كان معايا اختي الصغيره راحت قالت لي ايه، بقول لك ايه، هو احنا مش اول حد هيقول لنا احنا مش عايزين هنمشي كده، طب تعالي نجرب في محل تاني. قلت لها لا لا خلاص كده الناس كلها مش حدش ياخد مننا، يلا بينا نروح. قالت لي لا والله احنا مش هنروح. يا بنتي يديكي يرضيكي. قالت لي لا 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 احنا ما نروحش، احنا ما نروحش محبطين، انت جايبه شغل 500 جنيه حرام عليكي. فخدت منها الكلام وقلت طيب لما اشوف كلامها صح ولا غلط، ما يمكن هي عندها حق برضه وانا غلطانه يعني. رحت محل تاني، اول ما دخلت المحل التاني ده لقيت الناس بترحب بيا جدا بجد حقيقي. الناس اللي هي ازيك تعالي اتفضلي، انا داخله مكسوفه بقى ومحروجه برضه، ما انا ما اعرفش الكلام ده. لقيت ترحيب الناس بقى عجبني وقتها، لو تعالي اتفضلي لا احنا هناخد منك، طب انت بتبيعي ايه، طب انت شغاله ايه. بعت ففرحت ان انا بعت جدا. فقلت لا انا مش هسكت، انا هكمل، انا هستمر على اللي انا فيه، انا استحاله اقف والله العظيم كده. كل حاجه في اولها بتبقى ممكن تحبطك وممكن تكسرك، بس لو انت حطيتي في دماغك ان انا هعمل والله العظيم هتعملي كتير. بس انا عارفه طبعا ان انا ايه ان الفيديو طويل، وهيبقى طويل النهارده الفيديو عشان انا قاعده شويه معاكم بنتكلم في كل حاجه وعن كل حاجه. ماما النور يا حبيبتي، النور، انت قاعده على النور يا ماما بعد اذنك. شكرا جدا سيا، شكرا. اخش جوه خالص. بعد اذنك النور لو سمحتي. اخش جوه. تمام. انا ما بزعلش حد غريب، دي بنتي على فكره، بس هي قاعده بتحرك النور وانا مش هشوف لو هي النور فصل مني. انا عايزه اعمل لكم فيديو عن انا بشتغل ازاي. بصوا بقى تعالى نحط الجنب ده كله فراشات كده نفس اللون ده كده مع بعض، لان مش لازم تبقى الحاجه غاليه على فكره. انا بصور بموبايلي عشان برضو الناس اللي مش عارفه تبدا بتصوير وازاي واشتري عده وميكروفون. انا ولا معايا ميكروفون على فكره ولا معايا حاجه خالص، وشغاله بلمبه. لو عايزين نصور لكم الحاجات دي والله اكتبوا لي في كومنت، بس يعني انا بالنسبه لي اكتبوا لي كومنت قولوا لي احنا عايزينك نشوفك انت بتصوري ازاي، هصور لكم كل الكلام اللي انا بعمله. اصلا في فكره بقى انا شفتها كام يوم اللي عدوا دول لميداليات الموبايل وعجبتني اخر حاجه بجد. انتوا خدتوا بالكم انا عملت ايه؟ حطيت هناك 3 فراشات كده نفس اللون، وهرجع هنا واحط 3 فراشات نفس اللون. اللي قبل دي ما عملتهاش كده، انا نسيت هنا احط واحده من دي، حط لولي صغير
بص بقى مش هعمل زي المره اللي فاتت، انا اهو هربط اهو، عشان كده قلت لكم دي مختلفه عن التانية. ابدا اشد خلاص. وبدأتها ما كانش عندي زراديه على فكره، ما كانش عندي حاجه خالص اهو. اللي مش فاهم حاجه واللي مش عارف حاجه يبعت لي في كومنت، انا بوضح وبقول كل الحاجات. يعني انا موضوع التسويق ده مش من دماغي والله، انا الناس بعتت لي اوريكم كومنتات الدقيقه بس على التسويق، وانا زي ما قلت لك نرجع تاني نتكلم في موضوع التسويق. عايزه تسوقي صح، اختاري الاماكن القريبه منك قوي. بص انا حسيت طلعت بعيد قوي، بص بعيده ازاي، مش هتبقى القفله اللي انا عايزاها، فهعمل واحده تانية. مش هيخسر معايا في اي حاجه على فكره، بل بالعكس هيطلع معايا الشكل في الاخر حلو. المهم يا ست البنات، تبداي بالاماكن اللي جنب منك القريبه ليكي، اي مكان قريب منك ابدأي خدي معاكي عينات كتير. يعني خدي معاكي مثلا شكل واثنين وثلاثة واربعة، وخدي افكار مني ومن غيري ومن القناة الفلانية ومن القناة العلانية وافتحي وقولي عايزة افكار لاشكال مش عارفة ايه تمام كده، ما تسكتيش. بص انا مش طبعا انا مش هسيبها كده، انا اصلا حركت الكاميرا اهو. طبعا دي بديل الابره ام 30 جنيه و25 جنيه، دي ده بديلها اللي هو ايه اللي انا شغاله فيه دلوقتي ده، اللي هو الواير ده. والله العظيم هيغنيكي عن 1000 حاجه وهيحسسك ان انت الموضوع معاكي بسيط اهو. بصي ولا هتتعبي نفسك. بصي الزراديه دي ب40 جنيه، عشان الناس سالتني كذا مره، ب40 جنيه هتوفر عليكي تعب وشغل، يعني انت والله العظيم في غنى عنه اصلا بقى اهو. بصي كده، شايفه الجمال ده؟ الجمال ده الشغل بتاعنا، الجمال ده انتوا قاعدين معايا وانا بشتغل، شايفينه؟ قمر ويا اهي، اللي قبلها اهي، انا حاسه دي يعني شكلها الطف اهي والله، شايفين؟ بص احنا مش هنعمل كده بس عشان بس نكون واضحين، احنا هنعمل كذا حاجه مع بعض. يعني هنا مثلا دي احنا في ناس مش عايزه الميداليات كده، في ناس عايزه الميداليه كده اهو، كده اهو اهو. اقفلها لهم كده، ايه رايكم؟ هوريكم واحده من دي دلوقتي حالا، هوريكم احنا برضو بنقفلها دي ازاي. بصي اهي، بصي كده، فهمك برضو فكره تانية. الميداليات مش فكره واحده، عندنا 100 فكره ممكن نعملها، وانا ما شفتش حد بيشتغل. انا بقيت بس اخد افكار، يعني طلع اكتب على جوجل انا عايزه افكار للميداليات، ابص اقول الله دي عجبتني، فاهميني؟ اشتغلها على طول، ما بستناش بقى. بصي احنا ندخل وحده حلقه هنا، احنا في كل الاحوال الحلقه دي هنثبتها، هنحتاجها جدا، شايفيني اهي تمام. هقول لكم دي هتتثبت ازاي برضو ومعاكم كل حاجه. بس استني، شفتوني عملت ايه اهو. هربط دي في دي، هربط دي في دي، انا هقص عشان انا كده كده دي هربطها اهو. هعقدها عادي بس هعقدها جامد جدا، ميبقاش فيها منفس اصلا اهو. انت شايفه انا دخلت الحلقه وعملت الخيط اهو. استنوا معلش انا اسفه، بس انا عشان صغرتها قوي مش عارفه اطلع الخيط، وانا عايزاها والله صغيره، انا ممكن اربطها كده عادي، بس انا بحب الحاجه تبقى امان قوي، امان الامان يعني، عشان دي حرام موبايلات وفلوس ناس دي. انا ممكن اربطها اهو بدل مره 2 و3 و4 واحرقها كمان اهو، شايفين؟ بصوا دي حاجه اسمها مكرونه اهي، دول 2 ثواني طلع لكم بس واحده. انا همسك دي كده اهي اهو، وادخل المكرونه اللي انا بقولك عليها دي، مش مكرونه للاكل ها، مكرونه دايه كده، واقوم مدخله اختها معاها كده،
شايفينها؟ اقوم قافله كده. انا بقفل عموما بالزراديه، بس انا مثلا بروح قافله بقى كده اهو. زقي عادي بالزراديه بتاعتك جوه، هو كده كده ده خراطيم. فعادي هيتزق معاكي جوه، ودي عمرها ما هتتفتح على فكره منك. شفتي؟ طب هتقولي لي بقى طب ايه ده هتتعلق ازاي دي؟ هقول لك استني استني ما تقلقيش. ماشي اهو. بصي انا ساعات بشتغلها مفتوحه وساعات بشتغلها مقفوله، على حسب انا عايزه اشتغلها ازاي. يعني مثلا انا هقص دي كده، بحاول اشتغلها معاكي مقفوله اهي. شايفاها اهي اهو. تمام، مع ان مش صح يعني، بس يعني ايه عشان الناس تتعلم برضو اكتر. بصي كده الكلام يا ست الكل. بصي بالصباعين دول، ادي لفه، ادي لفه، تاني لفه. انا مش عارفه اشتغل معاكم طبعا. شايفينها؟ لفه وتاني لفه. باجي هنا اروح مدخله اللفه وتاني لفه اللي انا لفيتهم دول اهو. انا مش عارفه اشرحها لكم قوي بصراحه، لان دي لوحدها عايزه فيديو يعني بامانه. وهروح مدخله دي كلها جوه هنا. بصوا هي طلعت كبيره ازاي، طويله ازاي، شايفينها؟ هي خلاص هي عمرها ما هتفك، بس بصي طويله ازاي. احنا بقى نسيبها طويله كده بقى، ام طويله دي كده بقى هينفع؟ ما ينفعش خالص. احنا عاملين ايه؟ عاملين كده. عشان كده قلت لك الطويله كده ما بتنفعش، لازم تبقى قصيره. دي ان انا اقفلها اهو اهو اهو. وهي عمرها ما هتفك، عشان تبقوا بس عارفين واخدين بالكم. مش هتفك خلاص، هي ماتت كده، مستحيل تفك تاني منك ابدا ابدا، اللي هي ابدا بجد مش هتفك منك اهو اهو. تمام حاضر. تمام كده. دي طويله لسه، لفي انت وراكيش حاجه ياما، لفيها اهي. بس عشان كده انا بقول لكم ما ينفعش، ولازم نصغر اللفه دي خالص، عشان هتاخدوا وقت شويه عشان تتعلموا. هناخد وقت صغننين كده عشان نتعلم ان اللفه دي بتبقى ازاي. شايفاها كده انها كيوته، مش وحشه. ايه رايكم؟ حلوه عجبتكم؟ اهي عملتها وكيوته ولذيذه وقمرايه جدا. على فكره احنا ممكن نعمل 5000 فكره بالموضوع ده، يعني ممكن ننزل من هنا كده دلايه واقفه مش هيحصل حاجه. طب هقول لكم على فكره تانية نعملها في نفس الموضوع ده، يعني في نفس الحاجه. عشان نخلي الورده دي اهي ماشي. بصوا حلقه من الحلقات اهي كده، شايفين؟ حلقتين، بس الحلقات دي صغيره، يعني حلقاتي دي صغنونه اهو. هبتدي امسكها بطرف الزراديه كده اهو، اخش بصي. انت ممكن تيجي هنا كده اهو، تروح شكاها عشان قفلتها قوي. صح صح. اروح هنا مشكاها، اوقع ولا ايه اللي بعمله ده مش عارفه. مش عايزه احط اتنين مع بعض عشان انا عايزه الورده تبقى في النص. تقريبا احنا فتحناها غلط وفتحناها قوي. نقفلها شويه كده عشان ما تقعش مني كل شويه. باظت ونفتح واحده تانيه. على فكره انا جايباها صغيره الحلقات دي كده، مش هكرر بقى الموضوع تاني. خدوا بالكم بقى، انا لسه واخده بالي دلوقتي ان انا جايبه الحلقات صغيره. تمام، مالكوش دعوه بالخروشه اللي حاصله، دول عيالي قاعدين جنبي عمالين الاتنين بيلعبوا. ماما بصي كده، بصي اهي في النص اهي اهو. شايفه ازاي؟ شايفه اللعبه فين اهي؟ اللعبه في النص اهي، رايحه جايه معاكي اهو. شايفه اهو؟ ده الجمال، ده السحر بقى، ده الشغل بقى، ده بقى ايه الشغل بجد يعني. شايفينه؟
يلا نخش على اللي بعديها. انا هقفل معاكم الفيديو ده عشان ما يبقاش طويل قوي، عشان احنا داخلين على النص ساعه، وفي فيديو تاني تكمله للفيديو ده عن برضو افكار وانواع كتير للميداليات. يلا بينا، اشوفكم على خير في الفيديو اللي بعد ده على طول. في حاجات اكتر، يعني الفيديو اللي بعد ده في حاجات وافكار اكتر من كده بكتير. خليكم ما تقفلوش معايا بقى الفيديوهات، اتفرجوا على الريفيو اللي بعد ده على طول.